سمنت 6 كيلو. أستاذة رزان بتسألنا سؤال، بس لا تزعلي ليش سمنانة. أول شي ليش أزعل؟ يعني أسلوبك راقي وأنتي راقية وحكيك راقي وبكل احترام سألتيني إيش سمنتي، ليش أزعل؟ أنا الانتقادات الكبيرة صراحة بزعل منها، بس شوي يعني شوي بزعل منها، بقنع حالي إنه لا تزعلي لأنه السؤال نركز على السؤال معي أنا. لا أنا بزعل منك وأنا كتير بحبك على فكرة. أوكي، السؤال بيقول ليش سمنتي؟ ليش سمنت لأنه للأسف إنه الجواب مو معي، الجواب فيكم تتناقشوا مع معدتي بالموضوع. صايرة عم بجوع كتير بطريقة مو طبيعية أبدا، ومع الجامعة وهيك عم بنسى إني أكلت. يعني بروح على الجامعة بفطر مثلا على 11، برجع على البيت 12:30 بتغدى، بعدين بستوعب إنه أنا فطرت سوري بالغلط. بس يعني أنا مو حابة أصدمكم، بس أنا حرفيا سمنت 6 كيلو. بليز جايز لا تبهدلوني، بليز قولوا لي انه انت حلوه بكل حالاتك عشان ارضى، لانه انا صار لي كم يوم متعقده من جسمي ومن حالي، لانه عن جد انا سمنت 6 كيلو. اوكي في كتير قالوا لي صراحه انه حلو علي، بس هو مضر إلي، مضر لصحتي انه انا سمنت هيك فجاه 6 كيلو حرفيا، يمكن باسبوعين انا سمنتهم. هاي يعني لازم يدخلوني موسوعة جينيس الصراحه على اللي عملته. بس كتير هيك صار لي كم يوم عم افكر بالموضوع ومتضايقه وبدي اروح على الجيم. فابشركم صار لي اسبوعين مسجله، بس للاسف انه ما عم بلاقي فرق، فبدي اروح اشيك معهم، بدي اقول لهم انا سجلت على الفاضي، وين النحف؟ وين؟ قالوا بيقولوا لي تعالي لازم تعملي رياضه. شو اعمل رياضه؟ انا عم بدفع مصاري على الفاضي. المهم يا جماعه ما علينا، بدي اروح اعمل لهم مشكله. وحياة الله صار لي اسبوعين مسجله، ما رحت نص ساعه. هي بس مشان اقنع حالي انه هو الجيم من جديد فاتح جنبنا، فانا قنعت حالي انه مشان هيك كنت ما عم اروح على الجيم اكيد، فرحت سجلت من اسبوعين ولهلا ما رحت ولا مره غير مره واحده. فان شاء الله بنحف يا رزانه. بترجع بتقولي لي سؤال، بس لا تزعلي ليش نحفتي.